مرحبا، غرزة اليوم كيفاش نعملوا البرغل في الدار وكيفاش نصبروه. الوغ شريت القمح، يلزم القمح باهي الصلب نقيوه ساعة قبل كل شيء، نغربلوه عامله هكا غربال، نغربل باش يتنحى اكل التراب الجويد والحصحاص الجويد بالكل. ومن بعد عامل فرشة ملحفة كيما هكايا على طاولة، ونبي مولاك تقعد كيما هكايا تنحي في الحجر. كيما قلت لكم يلزم التغربيل، على خاطر التغربيل هو اللي يهبط الحجر ويهبط الطفش كيما هكايا تشوفوا فيه المكسر الكل يهبط. البرغل بعد تحط له الماء، تحط له الدوبل نتاعو خاطر باش ينتفخ هو بالماء. انا تحط له الملح طوى مش وقت اللي يتفور، وتخلطه يتنفخ في الماء والملح. هذا البرغل عنده اكثر من 12 ساعه قاعد يتنفخ، تو باش نشلو في الماء ومن بعد نحطه يفور. حطوا كميه باهيه من الماء على خاطر حبلو باش يغلي وباش يفور سورتو. لا تغليه، اذا كان غليته ساعه ولا ساعه غير ربع يطيب لك، فهمنا؟ يطيب بالكدا هاكا شا معناه. هذا تو يلزمو يشيح. هذا البرغل اللي قديته شد روحه نهار كامل راه. تشوفوا فيها اليمونتير مينيستير لا سونتي، يعني تشريو كان هذوما اللي فيهم معناتها اللي هما صحيين بالرسمي باش تخبي فيهم مون عام كامل، فهمنا؟ البرغل جبتو من الطاحونه، شوفوا قداش فيه غبره وتفش. هذا يلزمو يتغربل وتنحي الكعبه الخشينه، تنحي الكعبه الجويده. البرغل الحضر هذا الخشين وهذاك الجويد بزوز غرابل غربلتهم. البرغل كي تخبيه في سطل كيما هكايا وهي كونتيتي كبيره ما ثماش دبوزه بالنار باش تشدو، الوغ تحطو في بقعه مظلمه شويه مهويه لكن ماهيش منديه سورتو نداله، وتحط له طريف قماش حط فيه فلفل اكحل كعب ولا في زريعه الفلفل هذيك تزيد تحفظه. يلزمكم ديما تفقدوا الخطا نتاع الدبوزه ولا نتاع السطل اللي حطيتوا فيه المونه نتاعكم، لازم ديما مسكر بالكدا ما يبداش مهوي ولا يسرق في الهواء. هذاك اللي ربينا الفرطاطو، يربينا القيطوعه.